التنية الحلقية اللي في الأماكن المستخبية بقت مقاومة للعلاج، وانت السبب في كده، وكل ما تستنى عليها أكتر كل ما وضعك هيتدهور. للأسف العدوى الفطرية ممكن تيجي بأشكال مختلفة كتير وفي أماكن مختلفة كتير، وبسبب كده ممكن تفكروها حاجة بسيطة وندهن عليها أي دهان من الصيدلية وخلاص، ولكن الوضع بيسوء أكتر. أهلا بيكم، أنا دكتور أيمن، والنهاردة هنتكلم عن عدوى فطرية معروفة باسم التنية الحلقية، also known as، أيضا تعرف ب الدرماتوفايتوزيس. محدش عارف اسمها؟ تمام، انا كده شكلي وحش قوي. تعالوا اعرفكم على قصة زكريا اللي مصاحب دكتور جلدية، ومنها هنعرف كل حاجة. زكريا هو احد اصدقائي الاعزاء، وكأي حد صاحبه دكتور جلدية طبعا بيسأله على كل صغيرة وكبيرة، مش كده؟ لا للأسف زكريا العكس تماما. الحقيقة ان هو كان مريض صدفية، وانا شخصته من سنين طويلة وكتبت له علاج معين، وكأي مريض صدفية بيتابع حالته بشكل مستمر، صح؟ لا برضه زكريا مصمم يبقى مختلف. معلش هو صاحبي ده غريب، استحملونا شوية هتفهموا دلوقتي. كل فترة والتانية كنت بقابل زكريا والاقيه بيقول لي الصدفية رجعت تاني. رجعت ازاي؟ طب تعالى بص عليك في العيادة عشان نشوف ايه الوضع واكتب لك العلاج المناسب. ما هو مش معقول هنقلعه ونكشف عليه في القهوة، لا يجوز يعني. ولكن صديقي زكريا كالعادة هيعمل ايه؟ برافو عليكم، بيطنش. لحد ما في يوم لقيت زكريا باعت لي رسالة الساعة 2 الفجر بيقول لي ابعت لي صورة روشتة الصدفية تاني، انا جسمي متبهدل. طبعا انا اتخضيت وقلت له يا ابني الموضوع مش كده، لازم تجيلي عشان ابص عليك واشوف حالتك الحاليه ايه وايه العلاج اللي تستدعيه، مش هو نفس العلاج هنكرره وخلاص. زكريا يجي بقى طبعا لا، بيطنش وبيقرر يقوم يدور على علاج الصدفيه القديم اللي كنت كاتبه له ويمشي عليه من نفسه. بس الصدمه ان العلاج اللي كان بيمشي عليه يومين 3 والصدفيه بتروح مش جايب اي نتيجه، بالعكس ده الوضع بيسوء اكتر واكتر والهرش عمال يزيد. علشان حظه الحلو خلينا نتقابل في فرح احد الاصدقاء ويحكي لي المأساة اللي بيمر بيها دي. وهنا قلت له انت لازم تجي لي العياده بكره، وحجزت له ميعاد بالفعل اجباري. وفعلا في اللحظه اللي كشفت على زكريا اتفاجئت واتصدمت. زكريا انا عندي خبرين، واحد حلو والتاني وحش. الخبر الحلو ان الصدفيه ما رجعتش ولا حاجه، والخبر الوحش ان اللي عندك دي تنية حلقيه. تعال بقى احكي لك ايه هي التنية الحلقيه وليه زكريا فكرها صدفيه. التنية الحلقيه هي عدوى فطريه بتصيب الجلد والشعر والضوافر، والفطريات اللي بتسبب العدوى دي ليها انواع كتير هيظهر لكم اساميهم دلوقتي على الشاشه. وبغض النظر عن الاسامي المعقده دي، المهم ان هي عدوى فطريه في الجلد وخلاص. والفطر ده مش فطر سهل، ده خبيث وسوسه، وممكن يجي في اماكن مختلفه من الجسم وباشكال مختلفه كمان، وعلى حسب المكان اللي بتحصل فيه العدوى بيكون ليها اسم مختلف. يعني الفطريات دي لو جت في فروه الراس بيبقى اسمها تنية كابيتس او تنية الراس، ولو جت في الجسم نفسه البطن والصدر مثلا بيبقى اسمها تنية كوربوريس او تنية الجسم، ودي مختلفة عن التنية الملونة اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل في الفيديو ده، اتفرج عليه. اما بقى لو جه في المنطقة التناسلية او بين الفخذين بيسمى بالتنية كروريس او تنية الفخذين، ودي شائعة ومنتشرة جدا بالذات في الصيف. ولو جت في الوش يبقى اسمها تنية فيشياي، لو جت في القدم يبقى اسمها تنية بيدس، ولو جت في الايدين يبقى اسمها تنية مانم. بغض النظر ان انا عارف ان انت ما يهمكش الاسامي دي، المهم تعرف ان دي اشكال كتير لنفس العدوى الفطرية اللي قلنا عليها اللي هي التنية الحلقية. هنا زكريا قرر ان هو يقاطعني ويسأل طب ايه بقى السبب في المرض ده؟ يعني انا معفن يا صاحبي عشان يجيلي فطريات؟ لا يا معلم ما تقولش كده، انت زي الفل. الحقيقة ان اي حد في الدنيا معرض ان هو يجيله العدوى دي، زي ما اي حد معرض ان يجيله برد مثلا، ولكن في ميكس من العوامل اللي ممكن تزود احتمالية الاصابة بيها هنقول عليها دلوقتي. اولهم واهمهم هو ضعف المناعة لاي سبب، سواء مثلا من سوء التغذية، من الضغط العصبي
والنفسي من المجهود البدني الزايد، او الامراض اللي بتضعف المناعه زي السكر والضغط، او الادويه المثبطه للمناعه زي بعض ادويه الصدفيه مثلا. برضو لو طفل صغير لسه مناعته ما اتكونتش بشكل كامل بيكون معرض للعدوى دي، ولو حد سنه كبير ومع السن المناعه بتضعف برضو بيكونوا عرضه ليها اكتر. وفي عوامل معينه ليها علاقه بالمكان اللي بتظهر فيه، زي مثلا ارتداء البنطلونات الجينز الضيقه او الملابس الضيقه بشكل عام، والرطوبه على الجلد من الهدوم المبلوله سواء من الميه او من العرق الكتير، لان ده بيوفر بيئه مناسبه جدا للفطريات ان هي تنمو وتزدهر وتجيب صحابها وعيلتها واخواتها ويعيشوا على جلدك ويعملوا حفله، لان الفطريات كلها بتحب الكتمه والرطوبه. وممكن بمناسبه الملابس الضيقه نتفرج على الفيديو ده عن الحاجات اللي المفروض تعملها والحاجات اللي المفروض ما تعملهاش لو عندك تسلخات ايا كان سببها. هسيبهولك هنا. عندك مرض مزمن وزهقت من كتر العلاجات ومفيش حاجه جايبه نتيجه، كشفت مع دكتور واثنين وثلاثه وبرضه مفيش فايده، قدرنا نساعد مئات الحالات اللي زيك بالظبط عن طريق نظام الكشف والمتابعه اونلاين اللي طورته بنفسي علشان يمكنني ان انا اقدر اشخص واعالج المريض مظبوط. كمان يحتوي على متابعه على الواتساب 24 ساعه معايا شخصيا، فلو عايز تكشف معايا مش محتاج تسافر لاسكندريه، بكل بساطه ابعت لي رساله على الواتساب اللي هيظهر على الشاشه دلوقتي وهرد عليك بنفسي واقول لك التفاصيل، وربنا يقدرني واساعدك. فلو انت تعرضت للفطر ده وفي نفس الوقت كان في بعض العوامل اللي قلنا عليها دي اللي وفرت بيئه مناسبه للفطر ان هو يعيش ويتكاثر على جلدك، طبعا الفطر كده متكيف وفي اسعد لحظات حياته واخيرا لقى الجلد اللي هيحتويه. طب ايه اللي انا شفته في زكريا خلاني اقول ان اللي عنده دي تنية مش صدفية؟ الحقيقة ان التنية الحلقية شكلها بيختلف على حسب مكانها ونوعها في الجسم، فمثلا بتاخد شكل حلقة او خاتم احمر وعليه بعض القشور، والحلقة او الخاتم ده بتكون حدوده مرتفعة شوية عن بقية الحلقة وظاهرة جدا، ودي اللي بنقول عليها اكتيف مارجنز، يعني العدوى بتنتشر من الاطراف وتبدأ تخف من المنتصف. ده بيكون في حالة التنية كروريس اللي هي في الفخذ، او الكوربوريس اللي هي في الجسم، او الفشيار اللي هي في الوش، او البيدس اللي هي في الرجل، او المانم اللي هي في الايد. اما لو كانت في فروة الراس فبيكون ليها 3 اشكال مميزين، يا اما حاجة اسمها جراي باتش، ودي بتبقى عبارة عن بقع او دوائر بيقع منها بعض الشعر مع اماكن تانية لسه فيها جزء من الشعر، فبتديك لون رمادي كده، واللي ناس كتير بتشخصها وبتعالجها غلط على ان هي ثعلبة، وده بيجيب نتائج عكسية. او الشكل التاني اللي هو البلاك دوتس، بيكون فيها الشعر متكسر فوق سطح الجلد مباشرة والبواقي اللي منه عاملة زي نقط سودة في فروة الراس. اما بقى الشكل الثالث وده اللي اوحش، ربنا ما يكتبه على حد، حاجة اسمها كيريون، ودي بيكون معاها التهاب شديد في فروة الراس وصديد، واحتمال تسيب مكانها تليف او ندبة دائمة الشعر ما يطلعش فيها تاني. فياريت نلجأ للطبيب في اسرع وقت لو ظهر اي مشكلة في فروة الراس. ابوس ايديك. طبعا ما ينفعش تشخص نفسك بنفسك لمجرد ان انت شفت فيديو او انا وريتك شوية صور زي ما زكريا عمل واديك شفت اتبهدل ازاي. لقد اعذر من انذر. كل اللي انت محتاجه في 99% من الحالات هو دكتور شاطر يقدر يشخص الحالة زي ما انا عملت مع زكريا كده. لكن لو مش متأكدين قوي من التشخيص بنعمل حاجة اسمها سكريبنج تيست، بنكحت من على الجلد المصاب بعض القشور وبنفحصها بطريقة معينة تحت الميكروسكوب عشان نشوف فيه فطريات ولا لا، وده مهم جدا في حالات تنية الرأس اللي ممكن قلنا تتشخص غلط على ان هي ثعلبة. يا دكتور انا مقدر ان انت بتعمل فيديو وعايز تساعد الناس، بس اكتب لي علاج الاول. حاضر يا زكريا حاضر. علاج التنية الحلقية الاساس فيه هو مضادات الفطريات، سواء موضعية زي الميكونازول والكلوتريمازول او التربينافين والبيوتينيافين وغيرهم كتير، يعني مش هم دول بس، ومضادات الفطريات برضو في صورة اقراص او كبسول سيستميك زي الاتراكونازول والفلوكونازول والتربينافين وغيرهم كتير برضه. وفي اغلب الاحوال بنستخدم الاثنين مع بعض، مضادات فطريات موضعيه مع اقراص او كبسولات عشان نوصل لاحسن نتيجه، لان العيان نادرا لما بيوصل للدكتور والحاله لسه في بدايتها نقدر نلحقها بمضادات فطريات موضعيه بس، فغالبا بنحتاج معاها كمان سيستميك. طبعا الطبيب المعالج بيختار النوع المناسب والجرعة المناسبة للحالة اللي هو شايفها قدامه عشان يوصل لأحسن نتيجة ممكنة. طب ما العلاج بسيط اهو يا دكتور. لا، الكلام ده كان زمان، دلوقتي ممكن تاخد العلاج البسيط ده وللأسف ما تخفش. ما خفش ليه يا دكتور بس؟
لان يا سيدي في ظاهرة جديدة اسمها فطريات مقاومة للعلاج. يعني من الاخر الفطريات خدت مناعة من العلاجات اللي احنا بنكتبها، فاحيانا ما بقتش بتتأثر بيها، تجيبها يمين تجيبها شمال ولا بيتهزلها شعرايه. والحقيقة ان في نظريات كتير بتحاول تفسر الموضوع ده، مفيش حاجة منهم مثبتة 100%، ولكن اهمهم هو سوء استخدام العلاجات المضادة للفطريات اللي بيكون معاها كورتيزون مصاحب، واللي عادة الناس بتروح تشتريها من الصيدلية وتفضل ماشية عليها شهور ويمكن سنين من غير ما تروح للدكتور. قاعد انت ليل نهار تدهن كريمات ما انتش عارف ايه اللي فيها وتقول لي عندي تسلخات، وفي الاخر الفطريات يجي لها مناعة، عشان لما تجيلك بقى الفطريات العلاج الحقيقي ما يجيبش نتيجة. طب يعني ايه كده المشكلة ملهاش حل؟ لا طبعا، كل مشكلة وليها حل بإذن الله، ألا وهو إن إحنا بندي العلاجات المضادة للفطريات دي في شكل كومباينيشن أو مزيج من كذا نوع. يعني بدل ما نستخدم نوع برشام واحد ممكن نستخدم 2 أو 3، وحتى الكريمات الموضعية ممكن نستخدم مزيج من كذا نوع مع بعض عشان نلخبط الفطريات كده وما تعرفش الضربة جايلها منين ونقدر نقضي عليها. ولكن في الحالات دي العلاج عادة بياخد وقت أطول وبيحتاج التزام من المريض بالعلاج وبالتعليمات المصاحبة. ايه هي بقى التعليمات؟ اتفرج على الفيديو ده لو انت لسه عندك تسلخات وما رحتش للدكتور وخايف لا تعك الدنيا وتبوظها وتجيب مناعة للفطريات قبل ما تروح للدكتور، واشترك على القناة عشان تشوف الفيديوهات اللي جاية أول بأول. أنا دكتور أيمن، وأتمنى دايما أشوفكم على خير. أسلاك ورا أسلاك مكومة تحت رجلنا. شخصية جاية ايه؟ شخصية جاية. طب ايه اللي انا شفته عند زكريا عشان اقول ان طب ايه؟ اللساني لزق في سقف بقي، مش عارف بقى ايه اللي حصل. طب ايه؟ طب ايه اللي انا شفته في زكريا خلاني اقول ان اللي عنده دي تنية مش صدفية؟ لا قلتها ايه؟ لا الكلام ده كان زمان. لا وحش ايه زمان دي.